لما تنشفوا دماغكم في الحتة دي هتوصلوا لأهدافكم غصب عن أي حد، غصب عن أي ظروف، وغصب عن أي عوائق. الفيديو ده لأي حد مكسل أو بيفكر يكسل او ساعات بيكسل. احنا كلنا عندنا احلام وطموحات نفسنا ان احنا نوصل لها، وكلنا عارفين كويس احنا المفروض نعمل ايه علشان نوصل للاهداف دي او نحققها. وسواء القناه بتاعتي او قنوات تانية كتير قوي على اليوتيوب مليانه فيديوهات بتقول لكم تعملوا ايه عشان توصلوا للهدف اللي انتوا عايزين تعملوه. بس رغم عن كده برضو احنا بنكسل مع ان احنا عايزين نعمل الحاجه دي او نوصل لها جدا. ففي حاجتين كده انا عايزاكم تحطوها في دماغكم، انه اولا كده في نظريه بتقول، وسيبكم بقى النظريه دي صح ولا مش صح، احنا هنصدقها عشان النظريه دي هتحفزنا وفي مصلحتنا. النظريه دي بتقول انه اي حلم عندكم انتوا نفسكم توصلوا له، الحلم ده كمان موجود وبيحاول ان هو يوصل لكم، بس انتوا لازم تتحركوا له. ممكن يكون ده بالنسبه لكم كلام واقعي او كلام مش واقعي، بس في الحالتين انا عايزاكم ان انتوا تصدقوه. وتاني نقطه بقى هكلمكم فيها وهي واقعيه جدا، هي ان اي حاجه انتوا عايزين توصلوا لها في ناس اوريدي وصلت لها وفي ناس برضو هتفضل توصل لها. فاشمعنى انتوا ليه ما تكونوش انتوا الشخص اللي يوصل للحاجه دي؟ طبعا احنا كلنا عارفين الشماعه اللي احنا هنعلق عليها الحجج والاعذار اللي هتريحنا كده من جوه ان احنا ليه ما وصلناش للحاجه اللي احنا عايزين نعملها. واول شماعه هي طبعا شماعه الظروف. شماعه الظروف دي انا مش عايزاها تبقى عندكم تماما ولا عايزه اسمعها من حد، لانه كلنا شفنا ناس بتطلع من نفس البيئه، من نفس البيت، من نفس البلد، ومختلفين تماما عن بعض. طب ما هو الشخصين دول كانوا في نفس الظروف، في نفس البيت، بنفس الحاله الماديه، بنفس الام والاب. اشمعنى ده شخص نجح ووصل اللي هو عايز يوصله، وده بقى شخص للاسف فاشل؟ لانه ببساطه الموضوع كله معتمد عليك، على الشخص نفسه. انت الوحيد اللي لازم تتحرك، مفيش اي حد من اللي حواليك مضطر ان هو يساعدك في اي حاجة، ولا انت اصلا محتاج ان حد يعمل لك اي حاجة. لانه ببساطة الحياة عبارة عن منافسة، ناس بتتنافس علشان توصل لحاجة معينة. لكن في الحقيقة انه الشخص الوحيد اللي انت محتاج تتنافس ضده او معاه علشان توصل للي انت عايزه هو انت، هو نفسك، مش الناس التانية. لما تتنافس مع نفسك هتعدي الناس التانية. للأسف ناس كتير بتضيع وقتها في ان هي بتبص على الناس اللي حواليها، وده في الواقع بيضيع وقت كتير قوي من وقتنا، لانه مش ده المفروض اللي احنا المفروض نبقى بنعمله خالص. مقارنتك لنفسك مع الناس التانية هي مجرد تضييع وقت. ناس كتير بالنسبة لها بتفكر اللي هو زمان كان سهل ان الواحد يوصل، لكن في الحقيقة انه دلوقتي اسهل بكتير. دلوقتي كل حاجة، كل المعلومات متاحة، اي حاجة نفسك تتعلمها في العالم موجودة اونلاين من بيتك ببلاش، وفي مليون بني ادم بيتكلم عنها. غير زمان لما كنت نفسك تتعلم حاجة تروح بقى المكتبة وتدور على الكتب اللي بتتكلم عليها وتقعد تدور على السطر اللي انت محتاجه عشان تعرف المعلومة اللي انت عايز توصل لها. وفي الحقيقة يعني انا امبارح كنت بتفرج على المتحدثة للبيت الابيض مع ترامب. المتحدثة دي عندها 27 سنة ولسه مخلفة في شهر 7 اللي فات. اتفرجوا عليها بتتكلم ازاي، خش على صفحتها بقى، بص على الكومنتات، ولا تعليق واحد سلبي. اعتقد يعني الناس سواء كانت مع الرئيس الجديد او ضده فمفيش اختلاف على ان هي شخص فعلا يستحق المكانة اللي هي فيها. البنت دي عندها 27 سنة، يعني لسه صغيرة، مش مضطرة خالص ان هي تبقى وصلت للي هي وصلته دلوقتي، ومتجوزة ولسه ام جديدة، لسه مخلفة. يعني معلش، يعني ايا كانت بقى الظروف اللي ساعدتها ان هي توصل للمكانة اللي هي فيها، فهي عندها حاجات اكتر بكتير قوي، شماعات اكتر بكتير قوي تعلق عليها الحجج والاعذار ان هي ما تعملش الحاجه دي دلوقتي ولا السنه دي. لكن هي كان عندها حلم، وهي قالت ان ده حلمها، وان هي وصلت النهارده لحلمها، لدرجه ان هي ما كانتش طالعه معاها الكراسه اللي بيبقى مكتوب فيها النقط. هي قالت ان انا الكراسه بتاعتي هي مخي. وده يوريكوا قد ايه هي فعلا مصممة ان هي توصل للمكانة اللي هي فيها. عشان كده انا بقول لكم ان اي حجج واعذار انا بالنسبة لي كشخص يعني بشوفها مش مقبولة، لانه العالم بجد كبير قوي، وايا كانت انتوا ظروفكم ايه، طبعا مع كامل احترامي لظروفكم، لكن للأسف يعني في ناس في ظروف اوحش منها بكتير، ومع ذلك الناس دي برضو بتوصل للحاجة اللي هم عايزين يوصلوا لها وبيحققوها. يعني هل ده معناه يعني ان انتوا ما تحسوش ابدا باحباط او ان انتوا تتضايقوا او كده؟ لا، عادي، كلنا بنحس باحباط وكلنا بنتضايق، بس الفكرة ان اللي بيوصل هو اللي لما بيحس باحباط وبيتضايق ما بيضيعش وقته كتير في الاحباط والزعل ده، وبيفكر ازاي، طب ازاي انا هكمل،
وعلى فكرة انتوا طول ما انتوا في الطريق، طول ما انتوا قراراتكم مش كلها هتكون صح، بالعكس في قرارات ممكن ترجعكم لنقطة الصفر. ولكن الفكرة بقى ان انتوا لما ترجعوا في نقطة الصفر دي، في ناس خلاص بتتأقلم مع الوضع الجديد وتتقبل ان دي حياتها وده مصيرها، ودي حاجة عشان يريحوا نفسهم من جوه. لو انتوا عايزين بس ترتاحوا كده وتعيشوا خلاص حياة عادية وتجو with the flow كده، انتوا حرين. لكن لازم تعرفوا كويس ان في ناس تانية لما بتوصل للقاع او للصفر بيرجعوا تاني احسن من الاول. لان انتوا لما بتوصلوا للصفر وانتوا عندكم معرفة، غير لما انتوا كنتوا في الصفر وانتوا مش فاهمين حاجة. فالفشل ده جزء من البروسيس بتاعة النجاح اصلا. فانتوا لازم دايما وانتوا بتحطوا اي هدف او وانتوا بتفكروا ان انتوا هتوصلوا لاي حاجة، تبقوا عارفين ان في عوائق هتقابلكم، عشان لما تقابلكم ما تتخضوش، احنا اصلا مستنيينها. طب انا عارفة ان في ناس كتير بيسيطر عليها احساس الخوف. طب هو انتوا فاكرين ان انتوا بس اللي بيجيلكوا الاحساس ده؟ بجد انا مش هطبطب عليكم في الفيديو ده، انا مش جاية اقول لكم انه عادي وده احساس طبيعي. هو احساس طبيعي بس مش مقبول يعني، لان الناس كلها بتحس بيه. فعموما لما يجيلكوا احساس الخوف ده، اوجدوا له سبب. انا ليه خايف؟ انا ليه خايف؟ ما انا عشان خايف علشان انا في حتة حلوة قوي، انا خايف عشان انا في حتة اكبر من اللي انا متعود عليها. فده في حد ذاته اصلا انجاز. طب انا بقى بعد ما وصلت للنقطة دي، هخلي الخوف ده يوقفني ويرجعني على اللي انا اصلا جاي اعمله؟ ولا انا بعد ما خدت كل الطريق ده، لا، مش هسمح ان الخوف ده يوقفني، انا هكمل. يعني هكمل. كل الناس اللي وصلوا كانوا هنا مكاني، ما هم كانوا خايفين، وكل الناس اللي في مكان كمان اكبر مني خايفين اكتر اصلا. طب خلاص، ما كلنا خايفين مع بعض، ايه المشكلة؟ وعلى فكرة ده الكلام اللي انا بمر بيه وبقوله لنفسي في مواقف وفعلا بينفع معايا. فهو كلام عن تجربة، مش بقولكوا كلام اللي هو مجرد يحفزكوا فيديو وتقفلوه خلاص. فدايما لما يقابلكوا احساس الخوف ده، keep your eyes on the prize، تخلوا تركيزكوا وعينيكوا على الجايزة، على الهدف. وصدقوني انتوا عشان توصلوا لأي هدف انتوا نفسكوا فيه، انتوا مش محتاجين ولا الأحسن ظروف، ولا الأحسن بيت، ولا الأحسن عيلة، ولا الأحسن أوضة، ولا أحسن أي حاجة أصلا. انتوا كل اللي محتاجينه هو مجرد كورنر زاوية كده عندنا في البيت، في الأوضة، في كافيه، في أي حتة، وتهيئوها إن ده المكان اللي انتوا فيه تركيزكم بيبقى 100%. علشان احنا لما تركيزنا بيبقى 100%، أي مشكلة بتقابلنا هنقعد نفكر لها في حل. لأن هو النجاح أصلا عبارة عن إيه؟ عن شوية مشاكل بتقابلنا وان احنا نوجد لها حلول. وعموما اي حد عنده حلم، انتوا بتبقوا عارفين كويس تعملوا ايه، فهتبقوا عارفين كويس المشاكل اللي هتقابلكم وتحلوها ازاي. الفكرة بس في ان انتوا تعافروا. فاهمين قصدي؟ الفكرة ان انتوا تبقوا دماغكم ناشفة، ما تستسلموش للمشاكل، ما تنشفوش دماغكم في الحاجات الغلط اللي تضيع وقتكم مع الناس التانية. نشفوا دماغكم مع نفسكم، نشفوا دماغكم مع اهدافكم، نشفوا دماغكم مع ان انتوا ازاي تبقوا احسن. وما تسمحوش، خلي عندكم كده ايجو عالي في الحتة دي. ايجو يعني احساس كده عالي بنفسكم من جوه، ان انتوا تستحقوا ان انتوا توصلوا للي انتوا عايزين توصلوا له، ان انتوا تقدروا توصلوا للي انتوا عايزين توصلوا له، وان انتوا مش هتسمحوا لاي شخص او اي ظرف او اي حاجة توقفكوا عن اللي انتوا عايزين تعملوه. لما تنشفوا دماغكم في الحتة دي، هتوصلوا لأهدافكم غصب عن أي حد، غصب عن أي ظروف، وغصب عن أي عوائق. والفكرة في النجاح أصلا إن هو عبارة عن فشل في فشل في فشل في فشل، لغاية لما مرة هتنفع. وهي دي المرة اللي احنا محتاجينها. فكروا نفسكم ان انتوا عشان تنجحوا انتوا مش محتاجين مليون نجاح، احنا محتاجين فرصة مرة واحدة. فما تخلوش الفشل اللي قبل المرة الفرصة دي اللي هتجيلكوا يحسسكوا ان انتوا ما تستحقوش الفرصة دي، او ان هي مش جاية. ده تطور طبيعي قوي في ان هو ان انتوا لما توصلوا لحاجة هتفشلوا الاول بعدين هتوصلوا لها، بس بعد ما توصلوا لها الدنيا هتبقى اسهل. ودي الحاجة اللي انا عايزاكم تفتكروها. المعاناة الصعبة اللي في الاول دي، انا مش هقولكوا ان هي هتروح، لا، دايما في عوائق، الحياة فيها عوائق. وعلى فكرة لو ما فيهاش عوائق هيجيلكوا اكتئاب اصلا، وهتتضايقوا وهتحسوا كده ان مفيش طعم للحياة. لكن اللي انا اوعدكم بيه ان انتوا بعد ما توصلوا لنقطة معينة، اللي هي اصعب نقطة اللي هي البداية دي، الدنيا من بعدها لا بتبقى اسهل. بس برضو برغم المعاناة انا مش عايزاكوا تتضايقوا، مش عايزاكوا تبقوا شخص كده مرهق ومتضايق ومكتئب. عادي، في وقت اصعب الظروف
انا عايزاكم تخرجوا وعايزاكم تضحكوا، عايزاكم تبقى شكلكم احسن حاجه. الشكل ده انا بقعد اتكلم فيه 100 مره، الشكل ده مهم جدا. تخلوا شكلكم احسن حاجه وتخرجوا ونزلوا ستوريز على الانستجرام عادي. بالعكس، هي دي القوة اللي انا عايزاها تبقى عندكم. مش عايزاكم كل لما تقابلوا حد تقعدوا تشتكوا له وتدوا له نيجاتيف انرجي وتحسسوه ان انتوا شخص بيعاني. لا، ممكن ان انتوا تشاركوا فعلا ان في صعوبات انتوا بتمروا بيها، ولكن انا بصراحة بفضل ان انتوا ما تشاركوش الصعوبات بتاعتكم دي مع حد، تشاركوها مع نفسكم، لانه في الاخر مفيش حد هيقدر يعمل لكم حاجه في نقطه كده من حياتكم. حتى لو حد عايز يساعدكم فخلاص انتوا كبرتوا بزياده انه صعب ان اي حد يقدر يبقى عنده حل لمشكلتكم. ودي حاجه المفروض دايما تبسطكم، تحسسكم ان انتوا وصلتوا لحاجه مش كل الناس عرفت توصل لها، وعلشان كده صعب ان انا الاقي حد يساعدني فيها، ولكن انا اقدر ان انا اساعد نفسي. ولو وانتوا في رحلتكم في حاجات برضو بتشتتكم، زي ان انتوا تقارنوا نفسكم بالدايره بتاعتكم مثلا، اقفلوا الاكونتس بتاعه السوشيال ميديا، اقفلوها خالص. اللي هي الاكونتس اللي باسمكم اللي عاملين فيها فولو للناس انتوا تعرفوها. ولكن مهم ان انتوا يفضل عندكم اكونتس على السوشيال ميديا بخصوص الهدف اللي انتوا عايزين توصلوا له، اللي بتوصلكوا بالموارد والمصادر اللي بتديكوا المعلومات اللي انتوا محتاجينها علشان توصلوا اللي انتوا عايزين توصلوا له. اعملوا اكونتات تانية جديدة من غير اسم خالص، من غير صورة، مش بتنزلوا عليها حاجة، تعملوا فولو منها بس للحاجات اللي هتنفعكوا، للحاجات اللي انتوا محتاجينها دلوقتي. في نقطة كمان مهمة وهي السيلف ريفليكشن او مراجعة النفس، ان انتوا دايما كده تبصوا على نفسكم وتقيموا نفسكم. هو انا ايه الحاجات اللي بعملها صح، وايه الحاجات اللي انا بعملها غلط، وايه الحاجات اللي انا ممكن اطورها دايما من نفسي، ايه الحاجات اللي هي موجودة في الهدف اللي انا نفسي اوصله ومش عندي عشان اشتغل عليها. فالسيلف ريفلكشن دي حاجة كده محدش هيعرف يعملها لكم غير نفسكم، لان انتوا اكتر ناس عارفين نفسكم، وانتوا اكتر ناس عارفين الهدف اللي انتوا عايزين توصلوا له. طيب برضو لما اوصل لاحساس بقى الاحباط او الكسل ده اعمل ايه؟ ببساطة تفكروا نفسكم ان الاحباط والكسل ده مش هيفيدكم باي حاجة، مش هيوصلكم للنقطة اللي انتوا عايزين توصلوها. تاني تفكروا نفسكم بالهدف اللي انتوا عايزين تعملوه، وتفكروا نفسكم برضو ان الاحباط والكسل هيمنعكم عن ان انتوا تحققوا الحاجة دي. وانتوا اختاروا في الاخر، عايزين الاحباط والكسل ولا عايزين الهدف؟ في الاخر لازم تعرفوا ان الاتنين اوبشن عندكم، لكن في الاخر انتوا هتعملوا ايه ده اختياركم انتوا، وبصراحة يعني انتوا حرين فيه. وفي اخر الفيديو عايزه اقول لكم ان السر الوحيد للنجاح هو، انا عارفه ان انتم ممكن تبقوا سمعتوها كتير، لكن هو المايند سيت او العقليه بتاعتكم، هي اللي يا اما هتوصلكم يا اما هتضيعكم. هي اللي ممكن تخليكم تصدقوا ان انتوا تقدروا توصلوا لاي حاجه انتوا عايزين توصلوا لها، وتبقى دماغكم ناشفه لحد ما تعملوا الحاجه اللي انتوا عايزينها، وهي اللي ممكن برضو تديكوا كل الصلاحيات وكل الاعذار عشان تخليكوا تستسلموا كده وانتوا ضميركم مستريح. فلما حد يجي يقول لكم المايند سيت بتاعتكم او تفكيركم هو اول سلمة على طريق النجاح، ده مش كلام كليشيه، ده اهم سلاح انتوا هتحتاجوه في الرحلة بتاعتكم. وانا الفيديو ده مش عاملاه علشان اديكوا جايد معين او طريق معين تمشوا فيه، لانه على القناة بتاعتي عاملة بتاع اكتر من 10 فيديوهات اصلا بقول لكم تعملوا ايه بالظبط. فالفيديو ده مجرد كده زي مكالمة او علامة عشان يقول لكم ان انتوا تبدأوا تتحركوا، ان انتوا عندكم كل حاجة انتوا محتاجينها، ان انتوا ما تخلوش اي ظروف تبقى حجة ليكوا عشان ما توصلوش للهدف اللي انتوا عايزين توصلوا له. وفي الاخر القرار قراركم.